لو فاز النادي الاهلي في كأس العالم على ريال مدريد ووصوله لنهائيات كأس العالم، هيحصل ايه؟ اول رقم معانا وهو ان النادي الاهلي هيصبح هو النادي الاكثر مشاركة في كأس العالم وخوضا للمباريات، ويوسع الفرق بينه وبين اوكلاند سيتي في المشاركة في المباريات الدولية. وفي رقم كده النادي الاهلي اوريدي حققه، وهو النادي الاكثر وصولا لنصف نهائي البطولة ب5 مرات، وهو النادي الاهلي، واللي بعدها حصل على 3 برونزية ومرة رابع عالم والخامسة السنة دي، وباذن الله هتكون الاولى الذهبية. وصل لمنصات التتويج 4 مرات بفوزه بالذهبيه. والنادي الاهلي بيطمح ان هو يوصل للمره الرابعه على التوالي، او المره الرابعه في تاريخه على المنصات التتويج، حيث ان ريال مدريد حصل على 4 ذهبيه، النادي الاهلي حصل على 3 برونزيه ومره الرابعه اللي هي السنه دي، اللي احنا كلنا طبعا بنطمح بالذهبيه. ولو ما حصلش على الذهبيه فهيكون في فضيه وفي برونزيه وفي مركز رابع. اتمنى بعيد جدا عن النادي الاهلي، واتمنى فوز النادي الاهلي بالبطوله واللقب الغالي جدا على النادي الاهلي. ولو عجبتك الحلقه هتلاقيها اصلا كامله في يوتيوب، وادخل شوف